انتهت مباراة النادي الأهلي والبنزرتي بفوز النادي الأهلي 5-0. رجع اتقدم بالهدف الأول الكابتن محمود حسن تريزيجيه بصناعة من زيزو، والهدف الثاني محمود حسن تريزيجيه برضه، وبعد كده رجع سجل محمد شريف في بداية الشوط الثاني. بعد كده راح سجل كريم فؤاد من كرة مميزة جدا خارج منطقة الجزاء. والهدف الخامس كان أشرف بن شرقي عن طريق ضربة جزاء. المباراة لها فوائد كتير. أول فايدة إن إحنا شفنا النادي الأهلي النهاردة، تمام. الفايدة التانية إن إحنا بدأنا شفنا تكتيك كويس من خوسيه بيرو، بدأنا إن إحنا بنطلع بالكرة كويس، وفي شغل تكتيكي كويس جدا، إن اللعيبة كلها بتحاول تطلع بالكرة، بتحاول تبني هجمة، والكلام ده كله الموسم اللي فات كانت غايب عننا إن إحنا نبني بالهجمة أو نطلع بالهجمة، تمام. يعني كان في مكاسب كتير، وزي ما إحنا شفنا برضه لعب في الشوط الأول بتشكيلة، والشوط الثاني نزل بتشكيلة كويسة، وكل اللعيبه لعبت، وكل اللعيبه جربناها وشفنا اللعيبه المميزه. ولسه عندك مباراه تاني وديه قبل بدايه الموسم الجديد ان شاء الله، تمام. المباراه كانت فيها مكاسب كتيره، تمام. وانا شايف تطور كبير جدا محمد شريف. اتمنى ان هو يستمر على كده، وما يكونش طفره ماتشين ولا ثلاثه، ان هو يستمر معانا لنهايه الموسم ولما بعد كده كمان. انا شايف ان هو تطور في الفينش وتطور في التحركات لمحمد شريف كويسه. وشفنا النهارده كريم فؤاد برضه سجل هدف من خارج المنطقه، هدف كويس جدا، وكل اللعيبه لعبت كويس النهارده.